عايز كفته والنبي. كفته. بس اهم من الكفته يديك السيخ على بعضه. خلينا متفقين كده ان كلنا بنحب المشويات، سواء لحمه، كفته، فراخ مشويه. كمان بنلاقي ناس بتحب انها تدي الاكل حقه في الشوي. بس خلي بالك، فالادخنه بيبقى فيها مواد سامه زي غاز ثاني اكسيد النيتروجين، وده من اخطر المواد السامه. وبالتالي كل ما اللحمه او الفراخ اللي انت بتشويها فيها دهون زياده، الدهون دي هتنزل على الفحم، وبالتالي الدخان هيزيد وانت هتتضرر اكتر. دورنا هنا نقول لك يا ريت لو نقلل من اضرار الشوي. ولد انت بتعيط ليه كده؟ زي بالظبط انك لما تجيب لحمه عشان تشويها ما تختارش اللحمه اللي كلها دهون علشان ما تتعبش صدرك اثناء الشوي، وكمان تتجنب الادخنه السامه. تاني واهم حاجه، يا ريت لو تحاول تبعد اللحمه وانت بتشويها عن الفحم، ما تخليهاش لازقه في الفحم مباشره. لو في حته لحمه اتشوت قوي وبقى لونها اسود، يا ريت ترميها بسرعه لانها للاسف هتبقى مليانه مواد سامه. والافضل كمان في الشوي انك تستخدم شوايه كهرباء تجنبك اي اضرار. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في خرافات جايه كتيره، وسلام عليكم.